من اكتر الحاجات اللي بتصدم ناس كتير قوي في شغلها وخصوصا قسم المبيعات هي الاسئله المفاجاه. من اكبر الغلطات اللي للاسف ناس كتير قوي بتعملها هي الرد السريع والتبرير للاقناع. فلما يجي لك عميل ويقول لك مثلا المنتج بتاعك مش كويس وجاي لي فيه حاجات كتير تانية احسن منه، وانت تجري تقول له لا المنتج بتاعك كويس جدا اصل فيه مميزات كذا وكذا وكذا وكذا، حضرتك مش عارف، وتقعد تديله بلستة اسعار وخصومات ومميزات وحاجات كتير، دي اسوأ حاجه انت بتعملها في الموقف ده. هنا كل المفروض انك تعمله انك تستوعب العميل بتاعك وتساله يا ترى ايه اللي مضايقه في المنتج وتبتدي تسمعه كويس. اوتوماتيك هنا بتلاقي العميل بتاعك هدي عن الاول كتير، ولما يلاقيك ما تهزتش بتلاقي الدنيا احسن كتير بينك وبينه. ما تنساش ابدا ان زي ما انت عايز تعمل ديل كويس، العميل من حقه ان هو يوصل لسعر محترم، فاكيد هيحطك في شويه اختبارات. فدايما اتعود لما بتاخد اي سؤال مفاجئ لازم تاخد نفس وتفكر بهدوء، واعرف ان المعلومه الحقيقيه عندك انت مش عند العميل، وانت دورك انك تعرف تديها له بطريقه تناسبه فعلا كويس. انا هيثم المعداوي، وان شاء الله هبقى واحد من اشهر الناس في مصر. اشوفكم المره الجايه، مع السلامه.